السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سبق لحد فيكم إن اشترى شيبسي ولقى فيه المنظر ده؟ ده إيه ده؟ ده شيبسي محروق ولا معفن؟ ده يتاكل ولا يترمي؟ ويا ترى نرمي الكيس كله ولا نرمي بس الجزء البايظ الفاسد ده؟ ولو أكلنا الجزء ده هل في خطر على صحتنا؟ تابعوا الفيديو للآخر وأقول لكم إن شاء الله على تفاصيل كتير مهمة جدا عن الشيبسي. بس قبل ما أبدأ الفيديو عايزة أشير كتير بالذات للفيديو ده. عايزة الفيديو ده يوصل لكل أم عشان تعرف ولادها بياكلوا إيه. عايزة الفيديو ده يوصل لمصانع الشيبسي في مصر عشان أقول لهم كلمة واحدة بس: اتقوا ربنا. مبدئيا كده انا مش بتكلم عن البراند او الماركه اللي اسمها شيبسي. انا بتكلم عن اي رقائق بطاطس محمره اتغلفت في مصنع وطلعت لنا وطلعت لاولادنا بالمنظر ده، ايا كان اسم الشركه او ايا كان اسم المنتج. البطاطس اللي قدامنا دي بطاطس معفنه، بطاطس بايظه، واللي يقول لك دي بطاطس محروقه بيضحك عليك. وده باختصار لان رقائق البطاطس النيه وهي في المصنع بتنزل الزيت كلها مره واحده. وبالمناسبه الزيت اللي بتستخدمه مصانع الشيبسي هي زيت نخيل. زيت النخيل ده بيسخنوه على 200 درجه مئويه وبيفضلوا يستخدموه لساعات بتوصل لازيد من 50 ساعه، وانا بعيد المعلومه مرتين، المعلومه دي مهمه. بيتحمر البطاطس او الشيبسي ده في الزيت ده وبتخرج كلها مره واحده، وده كله شغل آلي وشغل ما كان محسوب بالثانيه. يبقى اذا لو البطاطس اللي نزلت الزيت دي اتحرقت هتتحرق كلها، مش هيتحرق جزء منها وجزء مش هيتحرق. يعني لو جيت فتحت الكيس كده ولقيت البطاطس كلها لونها بني تبقى دي اذا كلها محروقه، لكن جزء بني وجزء ابيض لا. فين؟ البطاطس نبات زيها زي غيرها من نباتات الحيوانات البشر، زي غيرها من الكائنات الحيه بتصاب بامراض. البطاطس بتصاب بمرض بكتيري اسمه مرض العفن البني او العفن الحلقي اللي ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي في الصور. دي صور بتوضح العفن البني او العفن الحلقي في البطاطس. وعلى الرغم من ان وزارة الزراعة المصرية بتقول ان مفيش ابحاث مؤكدة عن خطورة العفن البني على صحة الانسان، بس ليه نشتري حاجة معفنة؟ ليه ندفع فلوس ونشتري بطاطس معفنة؟ ده مش بس كده، ده كمان المفترض ان في المصانع، في مصانع الشيبسي، في شخص زي ده كده واقف كل مهمته ان هو يشوف ثمرة البطاطس الفاسدة ويشيلها من على السير عشان ما تنزلش وتتقطع وتبقى شيبسي وتتعبى في اكياس وتوصل لنا. زي ما حضراتكم شايفين في الصور، في كام بطاطساية خضراء عدت عليه وسابها ونزلت عادي واتقطعت وبقت شيبسي واتباعت وصلت لإيد ولادنا. البطاطس الخضراء دي فيها مادة اسمها السورانين، وعلى حسب مركز السموم الأمريكي فإن السورانين دي هي مادة كيميائية سامة، تناول كمية منها بيؤدي إلى الغثيان والإسهال والصداع والكيء وغيره. لو رجعنا تاني للبطاطس الجميلة بتاعتنا دي وهنعتبر إن هي محروقة مش معفنة، يعني خلينا ناخد الاحتمالين إن هي معفنة وإن هي محروقة. ففي مقال في مجلة ساينتفك أمريكان قالت فيه إن وكالة معايير الغذاء البريطانية ال FCA شددت على ضرورة أن تكتسب شرائح الشيبسي اللون الأصفر الذهبي وليس اللون البني، وده لأن الأطعمة النشوية زي البطاطس وغيرها بتفرز مركب الأكريلاميد لما بتتعرض لدرجات الحرارة العالية لمدة طويلة أثناء القلي أو الشوي. وكل ما كان لون شرائح الشيبسي أغمق زاد تكوين وإفراز مركب الأكريلاميد. أما عن خطورة مركب الأكريلاميد ده فإن الأبحاث اللي اتعملت على الحيوان كشفت إن هو مركب سام للحمض النووي وإنه بيسبب السرطان، والمفترض إنه بيحدث نفس الشيء في الإنسان إلا إن مفيش أبحاث مؤكدة بتقول كده. ده غير إنه بيأثر على الجهاز العصبي والجهاز التناسلي. أما الشيبس العادي ده فده برضه مش أحسن حاجة، ولازم نقلل منه على قد ما نقدر، لأن الإكثار منه والإفراط فيه بيسبب مشاكل صحية كتيرة. وعلى حسب مجلة فوكس الألمانية وزي ما ذكرت على موقعها على الإنترنت، فإن تلت حالات الإصابة بالسرطان سببها هو النظام الغذائي غير السليم، وإن المواد الغنية بالكربوهيدرات والأطعمة المقلية بتمثل بشكل خاص خطر على الصحة. وقبل ما أكلمكم عن أضرار الشيبسي اللي أكيد لا تخفى على حد منكم، وهكلمكم على غير المتوقع عن فوائد الشيبسي. وعلى حسب صحيفة الديلي ميل فإن رقائق البطاطس المحمرة كانت واحدة من ضمن القائمة اللي عدها خبراء الطعام الصحي، وده لأن الشيبسي فيه نسبة عالية من فيتامين سي، وفيه نسبة من البوتاسيوم والصوديوم، وفيه نسبة قليلة من البروتين، ويعتبر واحد من الهابي ميل أو وجبة السعادة لأن الإنسان لما بياكلها بيكون مبسوط. ده غير إنه بيمد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة والمطلوبة ليه. طب ما هو الشيبسي حلو، هو فين بقى المشكلة؟ المشكلة في الإفراط. ومش شرط الإفراط في الشيبسي إن أنا لازم آكل الشيبسي كل وجبة وكل يوم. مش لازم يكون الشيبسي نفسه، ممكن أكون باكل حاجات تانية فيها نفس المركبات الضارة الموجودة في الشيبسي، فيعتبر ده إفراط في تناول الشيبسي. بمعنى لو جيت حضرتك الصبح فطرت سندوتش جبنة، والسندوتش الجبنة دي كانت جبنة نبات الدهن، وجنب السندوتش الجبنة ده كان فيه كيس شيبسي بتبلع بيه،
وجيت بعد شويه كده بين الفطار والغدا اكلت باكو بسكوت، والبسكوت ده فيه زيوت نباتيه زي ما قلت لكم قبل كده. وفي الغدا بقى اكلت مكرونه بالصلصه، والصلصه دي كان عليها مكعب مرقه، وجنب المكرونه بالصلصه كان فيه كفته او فراخ بانيه متبله بتوابل جاهزه اللي احنا قلنا عليها برضو ان فيها ملح صيني. وبعد الغدا شربت كوبايه بيبس، وجيت على العشاء ضربت كيسين اندومي. لو جينا في اخر اليوم وحسبنا كميه الكالوريز والزيوت النباتيه اللي دخلت جسمك، وحسبنا الصوديوم برضو اللي دخل جسمك، سواء كان الملح العادي اللي هو الصوديوم كلورايد او الملح الصيني اللي هو المونو صوديوم جلوتاميت، لو حسبنا كميه المواد الحافظه ومكسبات اللون والطعم والريحه وغيره، لو حسبنا كل الحاجات اللي دخلت جسمك دي، هتلاقي انك تخطيت الكميه المسموح بيها يوميا بمراحل، وده نوع من انواع الافراط. وانا هكتفي ان اتكلم عن مشاكل الافراط في نقطتين. النقطه الاولى هي الصوديوم، والنقطه الثانيه هي الزيوت النباتيه. بالنسبه للصوديوم ده، لان ارتفاع نسبه الصوديوم في الدم خطر جدا، لدرجه ان بعض الناس رجحت ان بعض حالات الوفاه اللي حصلت من الاندومي كان سببها ان نسبه الصوديوم في الدم كانت عاليه جدا، لدرجه ان الدماغ ما قدرش يتكيف مع النسبه العاليه دي، وده ادى الى سكته دماغيه وبالتالي الوفاه. المفروض ان نسبه الصوديوم في الدم ما تعديش ال 145 ملي مول لكل لتر. الصوديوم الموجود في الاكل موجود على شكل حاجتين: صوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl، وده ملح الطعام العادي بتاعنا اللي كلنا عارفينه، والملح الصيني او معزز النكهه اللي اسمه المونو صوديوم جلوتاميت، ال MSG. المونو صوديوم جلوتاميت او الملح الصيني ده موجود في الاندومي وفي الشيبسي وفي التوابل الجاهزه وفي مصنعات اللحوم وفي مرق الدجاج وفي حاجات كتيره جدا جدا جدا. ولحد الان مفيش ابحاث مؤكده على مخاطر الملح الصيني الا لو حصل افراط في استهلاكه. اخر حاجه هتكلم عليها في الفيديو النهارده ان شاء الله هي الزيوت النباتيه، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. زي ما قلنا ان الشيبسي متحمر في زيت نخيل، فاذا فيه زيوت نباتيه. الاندومي كمان فيه زيوت نباتيه. البسكوت فيه زيوت نباتيه. علبه الجبنه نباتي الدهن فيها زيوت نباتيه. منتجات كتيره جدا موجوده في بيتنا فيها زيوت نباتيه. لما بنستهلك كل الحاجات دي طوال اليوم، فنسبه الزيوت النباتيه دي والدهون الضاره والحاجات دي بتكون عاليه جدا في جسمنا. دلوقتي معانا كيس شيبسي هنفتحه ونفضيه. هنبدأ نشيل كده على جنب البطاطس، اي بطاطسايه بايظه هنشيلها على جنب اهي. شايفين البطاطس؟ شايفين دي؟ شايفين انا ماسكه بطاطسايه في ايدي، تمام؟ هعملها افركها كده بايدي. شايفين الزيت العجوانتي؟ دلوقتي لو جبنا بطاطسايه زي دي كده ولعناها، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى الزيت اللي ظهر لما بدأت تولع معانا؟ شايفين الزيت اللي بينزل؟ تعالوا بقى هننشف ده في منديل كده اهو. الزيت اللي في الطبق ده والزيت اللي في المنديل، الزيت اللي على ايد العجوانت ده، كل ده من قطعه شيبسي واحده بس.